السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين معايا النهاردة عاملين الغدا بتاعنا عبارة عن محشي. محشي ايه يا جماعة؟ محشي كرنب. طبعا انتوا عارفين ان احنا في الشتاء المحشي ده شيء اساسي في كل بيت، يعني لازم ضروري، يمكن بنعمله مرة كل اسبوع ولا حاجة. النهاردة عملت محشي. انا مش من النوع اللي بيعمل محشي كتير يا جماعة والله، يعني انا نادرا لما بعمل المحشي ده، وبالذات محشي الكرنب. تعالوا النهارده نشوف عملته ازاي وعملت جنبه ايه والمقادير والخلطة والدنيا. هنا انا كنت بسلق ورق الكرنب. طبعا عادة انا بسلق الكرنب زي ما هي، زي ما بيقولوا وبيشوفوا في فيديوهات تانية كتير، بس انا النهارده حبيت افكها من بعضها لانها كان الورق بتاعها كده ايه، الاخضر بتاعها كتير، فما حبيتش اسلق كله مع بعضه، وانا بسلق الابيض الاول وبعدين الاخضر. ففكيتها كده ورق ورقة يعني، وسلقتها وتمام. وبدأت أحضر الخلطة بتاعة المحشي بتاعتي. الخلطة بتاعتي لا يعلى عليها طبعا، دي حكاية، يعني حكاية في وسط العيلة كلها. يعني هقول لكم اللي عايز يعمل محشي يسأل ميرو على الطريقة. تعالى أقول لكم على الطريقة بتاعت ميرو. زي ما انتم شايفين معايا كده، بعمل البصلاية وكل الناس بتعملها. بندبل البصلة كده الأول ما تبدأ تاخد لون، بنحط معاها معلقة توم مفروم كبيرة وبنقلبها كده. وأول ما تبدأ برضو التومة تاخد لون معايا، بنضيف لها عصير الطماطم. لحد هنا كل الناس بتعمل كده. هنشوف بقى التكات والحركات بتاعت ميرو الخاصة بيا، يعني محدش ممكن يكون حد بيعملها غير الله أعلم، بس أنا عن نفسي بعملها بالطريقة دي. يمكن محدش من اللي أنا أعرفهم أو بشوفهم بيطبخوا بيعملها بالطريقة دي. هي تكاية صغيرة خالص بس بتفرق كتير. تعالوا نشوف أنا هعمل إيه بعد كل التكات والحركات دي. زي ما انتم شايفين كده هحط لها عصير الطماطم. انا بعمل الطماطم بتاعت التسبيكة دي بزودها شوية. ليه بعمل حسابي باخد منها نصها للخلطة ونصها اشارب بيها المحشي بتاعي. هنا بعد ما حطيت الطماطم الكمية اللي انا هعمل منها التشريبة والخلطة، هحط البهارات اللي انا بحطها في الخلطة بتاعتي. هي عبارة عن فلفل، ملح، كمون، بهار لحمة، جنزبيل وقرفة، وايه كمان يا ربي، انا قلت فلفل وبابريكا وجنزبيل وقرفة والملح. طبعا الملح ده بتحطيه حسب ما انتي بتحبيه. بعد كده دي التكاية بقى اللي انا بخلي بيها طعم المحشي بتاعي بيختلف عن اي محشي تاني. بعمل البصلة مبشورة، بعملها مرتة بالفلفل والكمون والملح كده، بس طبعا ببقى ظابطة الملح ما بين الصلصة والبصلاية. بقلبها كويس البصلة وبحطها مع الطماطم تتسبك معاها، بتخلي الريحة لوحدها طالعة حكاية، بتسمع عند الجيران يا جماعة والله. المهم بعد كده زي ما انتم شايفين كده الطماطم بتاعتي اتسبكت وبقت تمام. باخد الجزء اللي انا بسقي بيه المحشي بعد ما بلفه، يعني التشريبة بتاعت المحشي، وبسيب الجزء اللي انا هعمل منه لسه هضيف له الرز والخضرة. هاخد الجزء الكفاية بتاعي اللي انا هعمل على قد الكمية. ممكن بحط معاها مع الصلصة وهي بتغلي لو عندي اي مرقة لحمة، مرقة شوربة بط، فراخ، بضيفها بتبقى جميلة جدا. ولو عندي دهون اللي هي حتة دهون سايحة من اللي هي بتاع الحلويات او اللي هي بتاع الخروف بحطها معها. انا كان عندي حتة دهون بتاعة الخروف دي حطيتها مع الصلصة، بس برضو خليتها طعمها جميل جدا. هنا بدأت اضيف الرز، وطبعا زي ما انتم شايفين باخد لاخر رزاية في الطبق. ليه؟ انتوا عارفين يا جماعة ان الرز غالي في الفترة اللي احنا فيها دي، فلازم نحافظ على الرز اللي معانا. فالمهم حطينا الرز، وبعد كده انا بحط خضرة كتير جدا، برضو دي من التكات اللي انا بزودها شوية، بتديله طعم وبتديله ريحة وكمان فايدة. يعني
ممكن لو انت استغنيت عن كمية الدهون الزيادة او المرقة بتبقى عبارة عن محشي دايت، لان الخضرة فيها بتبقى اكتر من الرز، وده شيء حلو يعني بيديها طعم وميزة يعني. مش عارفة اقول لكم ايه، بس هو جميل جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. الخلطة دي خلاص كده جهزت، كله تمام. ظبطت الحدق بتاعها، ظبطت البهارات بتاعتها، الرز تمام. ما بسويش الرز بتاعي على النار، هو بس مجرد ان انا بقلبه في الصلصة والنار ولع عليه تقليبة واحدة وبطفي عليه النار. هنا طبعا انا جهزت الورق بتاعي وقطعته وحطيت في الحلة اللي انا هرص فيها المحشي بتاعي العناقيد بتاعت الخضرة في القاعدة بتاعت الحلة، علشان ما تلزقش المحشي بتاعي، ما يلزقش في الحلة، وكمان بيديله ريحة حلوة جدا. طبعا ببدأ بلف الاخضر الاول وفوقيه الورق الابيض، وبعد ما لفيته تمام وهضفت له العقد بتاعه علشان يستوي فيه. كان فضل شوية رز خلطة، طبعا مش هنرميهم، حطيتهم في جنب كده لان انا بحب الرز الخلطة من غير المحشي، يعني ده بتاعي ده خاص بيا، حطيته في جنب كده. وطبعا زي ما انتم شايفين معايا هعمل جنبها صابع كفتة كده مع اللحمة المفرومة والخضرة والبصل. هضيف ليهم البهارات بتاعتي المعتادة، الملح، الفلفل، البهار اللحمة، رشة قرفة صغيرة، وكمون برضو على خفيف قوي لان ما بحبش طعم الكمون قوي في الكفتة. وبعد كده بصبغهم زي ما انتم شايفين كده. انا عاملاها صوابع تخينة مليانة كده، شكلها حلو شبه اللي بجيلنا من عند الحاتي. بس بصراحة كانت الأكلة النهاردة تحفة وعجبتهم، عجبهم المحشي جدا وطعمه وريحته كانت تهوس، وكمان الكفتة جنبيه كانت حلوة جدا. في العادي احنا بنعمل فراخ مشوية، بس المرة دي قلت لهم لا، هنعمل كفتة جنب المحشي. وكده كانت الغدوة بتاعتنا جهزت، وجهزناها زي ما انتوا شايفين، حاطين الاخضر مع جنبه والابيض على جنبه وعليهم الكفتة زي ما انتوا شايفين. وكده الفيديو بتاعنا خلص، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.